السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد قناة خالد كورة. اليوم عندنا فيديو مجنون بإذن الله. اليوم عندنا توقعات بطل الدوريات الخمس الكبرى زائدا الدوري السعودي. أول دوري عندنا، بس قبل لا نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك. يا أخي 14 مشترك، نبي 20 مشترك يا أخي، الهدف 20 مشترك. انزل الحين بعد 3 ثواني قبل أن نتوقع واشترك، يلا حط لايك. 1 2 3. أكيد إنك حطيت لايك واشتراك، حي عينك والله. أول دوري عندنا نبدأ بأقل دوري تنافسيا، الدوري الفرنسي. الدوري الفرنسي صحيح إن باريس بطل دوري أوروبا وبطل أوروبا، لكن هنالك فرق سيئين. الدوري الفرنسي مرة سيء، يعني الفريق يقول بطل أوروبا كيف يفوز، بس حتى لو مو بطل أوروبا في كل زمان في كل مكان باريس ياخذ الدوري الفرنسي. يعني هذا شيء طبيعي إن باريس ياخذه، فأتوقع باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لعام 2025 و2026. الدوري الثاني هو الدوري الألماني، في بايرن ميونخ، في باير ليفركوزن، في دورتموند. دارين تقول سهل بايرن ميونخ، لا ما في سهل. باير ليفركوزن صح إنه سيء، صح إنه طايح خلاص، طاح بعد تشابي ألونسو وفيرتو وفريمبونغا لاعبين كثير طلعوا مهمين، بس دورتموند احتمال إنه يعود، ما تدرون. بس أكيد المضمون بايرن ميونخ صراحة بيكسر الدنيا مع تعاقدات جديدة. أكيد شو اسمه، هدف إدارة بايرن ميونخ ما هي الدوري الألماني كأس ألمانيا، لا، هدفهم دوري أبطال أوروبا. لما يسوون تعاقدات الناس يفكرون إنه دوري ألماني، لا أكيد دوري أبطال أوروبا. يعني الدوري الألماني في جيب بايرن ميونخ بكل زمان وكل مكان، إلا مرة واحدة فلتت بس في آخر 10 سنين من 11 سنة، ما شاء الله تبارك الله. عندنا الدوري الإيطالي. الدوري الإيطالي في AC ميلان، في إنتر ميلان، في يوفنتوس، في روما، في نابولي، ما شاء الله تبارك الله. أول نادي عندنا AC ميلان جاب لوكا مودريتش، جاب لك برضو أتوقع فقط لوكا مودريتش، هو ظهير بس ناسي اسمه صراحة. وعندنا انتر ميلان صراحة كان سوقهم ما سووا شيء صراحة. عندنا اللي بعده يوفنتوس أتوقع ما سووا تعاقدات برضو أبدا. وعندنا الفريق اللي بعده هو نادي روما الإيطالي، شو اسمه، جاب طلع سعود وتوقع بس يعني. عندنا نابولي باع أوسيمين، ما استقطب أحد على ما أعتقد يعني. توقعات البطل الدوري الإيطالي هو بطل الدوري الإيطالي في عام 2025 هو نابولي. ليه نابولي خالد؟ كنت بقول انتر ميلان بس تذكرت ان فريقه طايح. AC ميلان مستحيل، اتوقع انه مستحيل ياخذها، مو مستحيل، صعب انه ياخذها. يوفنتوس صعب برضو، روما صعب، اتوقع ان الاقل لها نابولي. الدوري الثاني هو الدوري الاسباني. الدوري الاسباني صحيح ريال مدريد موجود، اتلتيكو مدريد، لكن برشلونة مش تبارك الله خارق، وانا برشلوني صراحة. ريال مدريد صراحة توه مش تبارك الله قويين صح ريال مدريد، لكن ريال مدريد يا ناس توه ريال مدريد طاح طيحة الموسم الماضي، ثم خلاص ما يقدر يقوم. ثم سبحان الله جاء تشابي ألونسو وضبطت أموره، وجاء هويسن، وجو لاعبين مش استقطبوا لاعبين مهمين. فريال مدريد إذا تدارك نفسه يعني بداية الدوري ممكن يكون مرشح البطل. أتلتيكو مدريد في أول جولة حاليا في الدوري الإسباني. اليوم اللي عندكم بيكون أمس خسارة من إسبانيول غريبة من سيميوني صراحة. لكن ريال مدريد كأس العالم الذي شفناه كان فريق متهالك ولا قادر يسوي أي شيء. لكن برشلونة لازم نتكلم عنه في الصلة. برشلونة فريق أخذ دوري في إسبانيا الموسم الماضي وأخذ دوري أبطال أوروبا، لكن برشلونة لازم يدخل الدوري بكل تركيز. الحين برشلونة وشو حذف الدوري على اليسار، ركز دوري أبطال أوروبا، لا ما ركز دوري أبطال أوروبا، لازم على الدوري الإسباني أهميته.
نركز واللاعبين يركزون. يعني اللاعبين ما الدوري الإسباني كذا لعبة، لا، لازم نركز دوري إسباني، كأس الملك، كأس السوبر، كل البطولات مهمة. فأتوقع بطل الدوري الإسباني نادي برشلونة. برشلونة الإسباني راح يفوز بدوري الإسباني في 25/26، لكن ما هي بالسهولة، مستحيل بسهولة، أي فريق مستحيل يفوز بسهولة، مستحيل. أكيد في تنافس، وتنافس ريال مدريد راح يتنافس مع برشلونة تنافس شديد. يمكن تنتهي دوري برشلونة فارق من نقطة ل5 نقاط، خذوها مني. الدوري الثاني هو الدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي فيه ما شاء الله تبارك الله، في مان يونايتد حاليا جاب صفقات، جاب أمبومو، يمكن يا رب نطقت اسمه صح، جاب سيسكو، جاب أكونيا، جاب تعاقدات ما شاء الله تبارك الله مهمة لمان يونايتد. عندنا مان سيتي، مانشستر سيتي ما شاء الله تبارك الله، جاب ريان شرقي، جاب آيات نوري، جاب ريندرز، جاب لاعبين كثير ما شاء الله تبارك الله. ممكن يكون مرشح لصفقات هذه ما شاء الله تبارك الله مجنونة ما شاء الله تبارك الله على الأماكن اللي يحتاجها أو المراكز اللي يحتاجها مانشستر سيتي. وعندنا الفريق اللي بعده ليفربول تعاقد مع فيرت، يا رب نطقت اسمه صح، فريمبونج، تعاقد مع لاعبين كثير ما شاء الله تبارك الله ومهمين وفي مراكز مهمة. سوبوسلاي خلاص، يعني أنا بالنسبة لي ما عجبني سوبوسلاي صراحة، ولازم تجيب لاعب سوبر صانع ألعاب، لازم لاعب يريح محمد صلاح يخليه يروح. جبت فريت، ألكسندر أرنولد طلع، جالك فريمبونج، يعني أكمل احتياجاته، ما جاب شيء فوق احتياجاته، أكمل احتياجاته. الفريق اللي بعده عندنا تشيلسي بطل العالم حاليا، وبمقاييس كأس العالم للأندية ما تكلمت عنها، هو أفضل فريق في العالم بمقاييس كأس العالم للأندية فقط. لكن تشيلسي لابد من التعاقد مع مهاجم فتاك، صح ديلاب مجنون ما شاء الله تبارك الله، بس يعني جيب مهاجم بديل على الأقل، مو فتاك أسحب كله، مو فتاك، جيب مهاجم بديل. نيكولاس جاكسون مستحيل يكون بديل، بيطلع لك نيكولاس جاكسون، خلاص جيب مهاجم بديل ديلاب، أو إذا ديلاب ما أدى في بداية دوري الإنجليزي طيره وجيب لاعب مهاجم فتاك، مو طير يعني ابعده يعني يطلع برا، لا خليه على الدكة إذا ما قدم أداء، بس أتوقع إنه بيقدم. وما شاء الله عندي جواو بيدرو، يعني فريق ما شاء الله تبارك الله متكامل تكتيكيا وعناصر ما شاء الله تبارك الله. عندنا اللي بعده نادي أرسنال. نادي أرسنال يشجع طبعا، أرسنال ما شاء الله تبارك الله أكمل احتياجاته، جاب وسط محور يعني زوبيمندي، وجاب لك مدافع فالنسيا ناسي والله ناسي اسمه، مدافع بديل ما شاء الله تبارك الله. أنا متابع الدوري الإسباني، أعرف اللاعب ذا ما شاء الله تبارك الله مبدع مع نادي فالنسيا. وجاب جيوكريس، الصفقة المجنونة اللي كان يحتاجها أرسنال في مركز المهاجم ما شاء الله تبارك الله جابها. يعني أنت الحين قبل كان المواسم الماضية كان بس اللي معطيك التهديف إنك تسجل هدف أو مهاجمك يكون مرة جاي بالعيد ويخرب عليك مباريات. قال هافرتز جاب علينا العيد كم مباراة ضيعها من يدينا، كانت بدينا أرسنال خلاص مباراة كذا خلاص 3 نقاط ضيعها، الحمد لله جاء جيوكريس. لكن بعد ما نهاية الناس طلعوا عليه وانتقدوا يا جيوكريس سيء، لا جيوكريس ما هو سيء، لكن أول مباراة دوري الإنجليزي تو بادي. يعني تخيل أنا ألعب دوري برتغالي أجي على طول أول مباراة دوري الإنجليزي تسجل لك 15 هدف، لا مستحيل. فيك 3 هاتريك يعني على يونايتد تو بدايات قدام مانشستر يونايتد ما شاء الله تبارك الله، والفريق اللي جاب تعاقدات وما شاء الله تبارك الله ومجهز نفسه يعني الفريق. وفي برضو توتنهام، تشتغلون خاطر توتنهام، مش جاب توتنهام يا لا حد يستهين في توتنهام. شفنا أول جولة قبل أمس أتوقع، أول عندكم أتوقع قبل 3 أيام، أتوقع إذا ما خاب ظني مستهام جاب ريتشاردسون هدفين أتوقع، يعني فريق مش فريق جاهز، وكان بيفوز على باريس سان جيرمان تخيلوا، بس حظه كان سيء جدا. والفريق اللي بعده ممكن بينافس برايتون، مو ينافس على الدوري، ممكن ينافس على السادس الخامس، بس الدوري مستحيل برايتون ينافس عليه، خذوها مني. هذول الفرق ما شاء الله تبارك الله، أتوقع على ما أعتقد 6 فرق أو 5 فرق ما شاء الله تبارك الله. يعني الإنجليزي شكله يسموه أصعب دوري في العالم،
لكن اللي راح يفوز فيه صراحة أقول لكم مين؟ نادي أرسنال. بيكون مفجر الدنيا، لكن بيكون الفارق بينه وبين المركز الثاني أو الوصيف 3 نقاط 5 نقاط 4 نقاط كذا. مستحيل بالفارق الصغير أبو نقطة نقطتين، مستحيل بالفارق الكبير، مستحيل بالنسبة لي مستحيل. ونرجع عند آخر الدوري السعودي، دوري روشن الهلال موجود فيه، النصر، اتحاد، الأهلي، الشباب، أندية كثير ما شاء الله تبارك الله، القادسية برضو. داخل كل فريق منفصلة. نادي الهلال شفنا في كأس العالم للأندية ما شاء الله تبارك الله، مبدع، فريق مجنون ما شاء الله تبارك الله، فاز على السيتي، لكن اللي عثره خسرت قدام فلومنسي وطلع، وانكشفت عيوب في نادي الهلال بعد مباراة فلومنسي. والفريق الثاني، بس قبل أروح الفريق الثاني بقول تعاقدات الهلال تعاقد مع ثيو هرنانديز ما شاء الله تبارك الله ونونيز. الهلال حاليا ممتاز، لكن لابد من تدعيم الخط الهجومي. يعني واحد بدل مالكم يا ناس، واحد بدل مالكم يا أخي، جيب أي مهاجم بدل مالكم، جناح عفوا. مالكم مستحيل يستمر بعد مشكلته طبعا مع المشجع، الجماهير يعني مهي حابته، فأنا ضد إنه يبقى مالكم صراحة. خله دكة عادي، بس أهم شي تجيب جناح ثاني، يعني جناح أساسي. والفريق اللي بعده عندنا نادي النصر السعودي. نادي النصر السعودي ما شاء الله تبارك الله مكسر الدنيا بالتعاقدات، جايب لك كومان، جايب لك جو فيليكس، جايب لك نادي الشراري، جايب لك نيجو مارتينيز، يعني وجايب لك جيسوس برضو مدرب الهلال السابق، وجايب لك المعد البدني السابق. يعني ما شاء الله تبارك الله حق الهلال طبعا جمع جيسوس ما شاء الله تبارك الله مكسرين الدنيا ما شاء الله تبارك الله. فأنا أتوقع أن النصر بيقدم أداء أكيد جميل ما شاء الله تبارك الله. ومثل ما شفنا كريستيانو رونالدو، عندك جو فيليكس، عندك هجوم ما شاء الله تبارك الله خطير. يعني لابد من التركيز. النصر خلاص أكمل احتياجاته الهجومية، اللي ورا لازم بالدفاع يكمل احتياجاته، مو بالقلبين لا، بالأظهرة لابد من إكمال احتياجاتهم. لازم طلع سلطان غنام، مثل ما تكلمت في الفيديو، طلع سلطان غنام، جيب واحد ثاني. لابد من بديلين للقلب الدفاع الثنائي مكان وإنيجو مارتينيز، لازم بديلين لهم، يعني لازم بديل يعني جيد على الأقل. قاسم نجامي اللي ما يجي قاسم نجامي، أنا مشجع هلالي لكن لابد أن نتكلم بكل حيادية. اللي ما يجي قاسم نجامي مش تبارك الله. النصر راح يكون منافس بشدة تبارك الله عليهم، بيكون منافسين بشكل مو طبيعي. عند النادي اللي بعده هو نادي الاتحاد، النادي الثالث. نادي الاتحاد مش تبارك الله بطل الدوري السعودي، دوري روشن الموسم الماضي، بطل كاس الملك، يعني بيدخل كاس السوبر هو ونادي النصر والقادسية والأهلي. يعني الاتحاد كيف جايب البطولة، جايب دوري السعودي الموسم الماضي وبيحافظ عليه، نادي الاتحاد. يعني ما جاب احتياجاته، يعني هو مش مكتمل، لكن لو جاب بدلاء بيكون أفضل. لكن جاب أتوقع أحمد الجليدان الظهير، أتوقع ظهير أيمن أتوقع أو أيسر، مضيع والله بينهم. و شو اسمه نادي الأهلي السعودي ما شاء الله تبارك الله، يعني جاب زكريا قريب صراحة من نادي الأهلي. طبعا الفيديو مصور قبل انهيار صفقة دينيس زكريا، بس قلت أوضح لكم. وكمان مشاهدتكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك. نادي الأهلي زكريا، وأتوقع إني جاب عبد الله الخيبري، جاب المهاجم من شتوتغارت لكن ناسي اسمه صراحة. نادي بعد نادي الشباب، كنا منافس طبعا نادي الأهلي. نادي الشباب ما أتوقع أن يتعاقد، لكن بيكون يعني نص صراحة. نادي الشباب إنه ما قاعد يتعاقد، فعلى طول نروح نادي القادسية. نادي القادسية ما شاء الله تبارك الله باع أبو الشمات، عفوا الأهلي جاب أبو الشمات ظهير نادي القادسية، يعني مش تبارك الله أكبر احتياجاتها. نادي القادسية باع أبو الشامات وباع أبو ميانج وجاء ريتيجي ما شاء الله تبارك الله مهاجم فتاك وهداف الدوري الإيطالي. واللي ما يعرف ريتيجي طبعا معلومات عنه يروح لحسابي في التيك توك ويشوف كلامي عنه ويعني رأيي عنه. فهذول الأندية توقعت البطل هو نادي الهلال السعودي، بيكون بطل، بيكون فارق 7 نقاط 10 نقاط كذا، يعني بيحسم الدوري إن شاء الله. وكانت هذه توقعاتي. دوريات
الخمسة الكبرى زائد الدوري السعودي 6 دوريات. كانت توقعاتي لهم. لا تنسوا اللايك والاشتراك وعطونا توقعاتكم تحت في التعليقات. يلا مع السلامة.